في ناس مش بس بتغلط، دي ناس بتغلط وبتصدر لنفسها رخصة. والله زي ما بقول لك كده، كل مرة بيغلط بيقول لك أنا كنت مضطر، ما أنا بشر. هي اللي خلتني كده أو هو اللي وصلني لكده. طب بس تعالى بقى نسأل نفسنا سؤال واحد مهم جدا النهارده، هو ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الشيء أو حرم الذنب ما كانش عارف إن في مواقف صعبة وضغوط كتير هنمر بيها؟ لا طبعا كان عارف، هو الأعلم الخبير، بس قال لك اختبر وامتحن وحطك في امتحان، وانت تقبل الامتحان والاختبار ده وتمشي فيه بالطريق الصح، مش تبرر الغلط، لان ربنا سبحانه وتعالى مطلع وشايف. لان اللي بيبرر غلطه ده مش بيتوب، ده بيثبته وبيفضل ماشي في الطريق الغلط. احنا بقينا في زمن الناس كلها فيه بتوزع لنفسها تصاريح للذنوب والخطايا ببلاش، تصريح بيطلعه لنفسه مش محتاج حد يطلعه. كل واحد عنده مبرر جاهز لاي ذنب بيعمله. واحد بيأثر في شغله وبيقول لك والله ده على قد فلوسهم، طب ما انت اللي وافقت على الشغل وعلى شروطه وعلى فلوسه، مش هم اللي غصبوك على كده، خلاص وافقت، اشتغل بقى بضميرك وما تفسدش امانتك عشان تريح ضميرك بكلمه باطله بتريح بيها نفسك كل يوم قبل ما تنام. زوج بيقول لك والله مراتي مش مريحاني وانا مش مبسوط معاها ومش متفقين وانا مضطر اخون. يا جدع انت مضطر تخون؟ يعني ربنا قال لك لو تعبت في الجواز وما اتفقتش ومش مرتاح يبقى الخيانه تبقى الحل؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى قال لك فامساك بمعروف او تسريح باحسان. والزوجه اللي بتقول لك والله ده هو بيخوني او يمكن تكون شاكه او متاكده وانا بقى هردها له بنفس الطريقه، يعني عايزه تثبتي انك زيه ولا ان الشيطان نجح فيكم انتوا الاثنين؟ طب هو غلط، انت بقى بتكملي الغلط وبتعملي زيه وبتبقي اسوأ منه؟ للاسف كلنا بنغلط، بس الفرق بين اللي عنده ضمير حي والشخص اللي عنده ضمير بيشتغل بس في الاجازات. اللي بيغلط ويتوب ربنا بيغفر له، انما اللي بيغلط ويبرر ده بيضحك على نفسه بس ما يقدرش يضحك على ربنا. ولا تحسبن الله غافلا. مفيش حاجه اسمها انا كنت مضطر لو انت كنت في معصيه، واللي بيبرر معصيته هو نفسه اللي ممكن يختار طريق تاني اصلح وافضل بكتير. بس الطريق التاني ده كان محتاج صبر ومجهود ومحتاج تعب، وهو اختار يستسهل واختار الاسهل واختار ان هو يبرر عشان يريح ضميره، واللي بيكذب في السي في عشان يشتغل، واللي بياخد فلوس مش من حقه ويقول ما هو كله كده، كله بيعمل كده، اللي بيسيب الصلاه ويقول انا مش فاضي وربنا اعلم بظروفي وربنا مطلع وشايف وربنا رحيم، اللي بيخون واللي بيغش واللي بيظلم، وكل واحد عنده قصه مختلفه بيبرر بيها لنفسه الغلط. بس الحقيقه ابسط من كل ده بكتير، ربنا سبحانه وتعالى شايف نيتك قبل افعالك وعارف انك اخترت الغلط بايدك او اخترت الصح، مش غصب عنك والاوهام اللي انت بتنيم بيها ضميرك بالكلام ده. كلنا بشر بس مش كلنا بنخدع نفسنا. اللي بيغلط وبيتوب ربنا بيكرمه على فكره، واللي بيغلط وبيبرر بيدمر نفسه بنفسه. ما تديش لنفسك رخصه انك تغلط، لان الغلط لما بيتبرر للاسف بيتكرر، واللي بيستخف بذنوب صغيره بتحصل وممكن يقع في ذنب كبير وظلم كبير يلحق طول عمره وقت ما بينفعش فيه الندم. الموضوع ده مهم جدا، ولو انت شايف ان الرساله دي ممكن تصحي ضمير حد او تصلح حاله او حتى تصحي ضميرك انت، شوف الحلقه كويس، شوفها للاخر وشاركها مع اي حد انت بتحاول تنصحه النصيحه دي، وخليك فاكر الذنب اللي بتبرر